بسم الله الرحمن الرحيم. وعملنا في بداية الفيديو الفرق بين المربع الكامل، دول 4 مربعات عشان كده يجي 4 2، وجذر الخمسة 1 2 3 4 5 ده مربع غير كامل. فقلنا إن إحنا هنكمل المربع، وقلنا عبارة عن، نرجع للفيديو اللي فات، الخمسة دي عبارة عن 4 زائد 1، 4 اللي هي جذرها 2، ويتبقى 1 على 5 اللي هو ده لما كملناه، وقلنا هتطلع حوالي 2.2 تقريبا، اللي هي الاثنين اللي هو الخبز. وبعدين قلنا كمان طيب نكمل، معلش عشان يعني في احد الحبايب علق بيقول لي انت في البدايه عملت مربعات وفي الاخر، طب انا مش معقول يعني لما يقول لي هات لي جذر 39 هعمل 39 مربع. فانا اديتك قانون نمشي عليه، قلت لك ان جذر الاي عباره عن A زائد أقرب مربع كامل ليه وليكن مثلا B على 2، ده المربع الكامل في 2 جذر البي. ولو مش عايز تطبق القانون ده مش هتطبقه، يعني تعالى هنا على 39، ال 39 عبارة عن إيه؟ عبارة عن 36 زائد 3، صح؟ صح. ال 36 جذرها 6 زائد 3 على اضرب الاثنين في 6 ب 12، يعني تطلع 6 زائد ربع، يعني تطلع بالظبط 6.25، ودي كانت 2.2. ده لو انت مش عايز تستعمل القانون خلاص، جذر 36 6 يتبقى 3 على كام؟ اضرب ال 6 في 2 اللي هي دي، فتطلع 3 على 12 ربع. طيب في بقى هيقول لي مش في الاسئله كان بيقول لي مفيش اجابات دقيقه. اجابات دقيقه زي ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لما شرحنا جذر ال 69 دي عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن 64 وهيتبقى كام؟ هيتبقى 5. يعني هتبقى فيها 8 زائد 5 على كام؟ 5 على 8 في 2 ب 16. لما انا قسمت ال 5 على 16 طلعت 8 فاصل كانت كام؟ 3 2 1 3 1 2 يا ربي. الآلة الحاسبة مطلعاها فاصل 8.307. طب ما هو بيجي يقول لك انا عايز قيمه تقريبيه، يعني هي 8.3، سواء انا قسمتها هنا ودي الاله اسمها قيمه تقريبيه. ده خلاني اكمل الموضوع. لو انت شايف الرسمه اللي قدامك دي لما نيجي نقول الجذر التربيعي للاثنين هيطلع تقريبا 1.4142. طب والجذر التكعيبي للثلاثه هيطلع برضو 1.4422. طيب والجذر الرابع للأربعة هيطلع زي الاثنين بالظبط 1.4142. والجذر الخامس وهكذا، والله العمل. والجذر الخامس اهو هيطلع بالظبط 1.3797. طيب الجذر بقى هنضلنا ماشيين لما يقول مثلا ايه الجذر ال100، امال ايه بقى؟ خلاص بقى ال100 لل100 هيطلع بكام؟ ال100 لل100 بس اجيب السبورت كده شويه، هيطلع بالظبط 1 فاصل وبعدين 0.06 لعلم ما نوصل الى الجذر النوني. هنا الان وهنا الان وصلنا لحاجه اسمها الماكس او الميكسمام، خلاص النهايه. طيب في الحاله دي الميكسمام بتاعي، لو انت شفت الرسمه اللي انا راسمها دي وجينا مثلنا الجذور دي هتلاقي الجذور دي تبدا تطلع فوق، وهتبدا تنزل كده، اللي هي بص جذر ال100 طلع كام؟ 1.006. هتبدا تبعد. لو انت جيت من القمه من فوق ونزلت عمود عمود هنا كده، ايوه اهو، هيطلع بالظبط هيطلع الان عندي اللي هو الجذر النوني هيبقى يطلع بالظبط 2.718. انتوا فاكرين ده ايه؟ ده الجذر اللي كنا بنقول عليه اسمه ايه؟ العدد الليبيري، اللي هو عباره عن هنا الاي وهنا الاي، اللي هو العدد الليبيري اللي هو بيساوي 2.718. ودي الميكسيمم لان والسان اللي هو الجذر بنسميه الجذر النوني. ولو انت مثلتها هتطلع كده بالظبط. هنا الان اللي هي دي هتطلع عند 2.7128. ده كان يعني نظام، يعني ايه، كنت بكمل موضوع الجذور، واعتقد كده يبقى قلت كل شيء على ازاي تعرف تجيب قيمه تقريبيه للجذور. اشوفكم حبايبي في فيديو اخر.